نحمد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الذي وفقنا وهيأ لنا هذه الزيارة لشيخنا الفاضل المبارك الصداع بالحق الذي عرف بالأخلاق الفاضلة والإكرام والجود الذي أحببناه من قلوبنا، وما زلنا ننتظر اليوم الذي نزوره فيه ونلتقي به. شيخنا أبو بلال حفظه الله تعالى ورعاه وزاده علما وفهما ونفع به، وكم والله سررنا ونحن نسمع كلماته ومقدمته وترحابه بإخوانه، حتى كاد الواحد منا أن يبكي، إذ أننا قد فقدنا هذا الخير الذي كنا ننهل منه في دار الحديث بدماج. فكم والله كنا نفرح بدروسه ونأنس بها ونلمس في نصائحه الصدق والإخلاص، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. فاشتقنا له ولوعظه ونصحه، وإن كنا نسمع نصائحه ونتابع كلامه نستفيد منه كثيرا، فهو عالم من علماء أهل السنة والجماعة، نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما، وزان أهل السنة، صار زينة وتاجا لأهل السنة، تاج على رؤوسنا. شيخنا أبو بلال تاج على رؤوسنا ورؤوس أهل السنة، كما هو حال علماؤنا ودعاتنا ومشايخنا الذين نحبهم ونفرح بهم، فلله دره وعلى الله أجره. وكم والله سررنا ونحن ننظر إلى هذا الجمع المبارك الذين ننتظر بفارغ الصبر متى يتهيئون لحمل هذا الدين، فالناس بحاجة ماسة لدعاة يدعونهم إلى الخير وينهونهم عن الشر، يفتح الله عز وجل به قلوبا غلفا، ويبصر الله بهم أعينا عميا، ويسمع بهم آذانا صما.